إن شاء الله هنتكلم عن تفسير البيت الجديد في المنام. البيت الجديد في المنام بيبقى له رموز ومعاني مختلفة. لو حد حلم ببيت جديد بيتنقل ليه وهو البيت ده منظم ومرتب، فده بشرة خير للرائي إن هو هينتقل من حال لحال أحسن، من وظيفة لوظيفة أحسن، هينتقل مثلا من بلد لبلد تانية يبقى فيها رزق ليه. لو بنت لسه ما اتجوزتش وحلمت ببيت جديد، ده بشرة خير ليها ان هي هيبقى زواج قريب ليها بإذن الله. ده بالنسبة للبيت الجديد لو جاي منظم ومرتب. لكن لو البيت الجديد في المنام جاي آه، آه، يعني مش منظم وضلمة أو في ترتيبات مش كويسة، فده إنذار للرأي على وجود مشاكل في الفترة القادمة. ويحاول إن هو ما يتسرعش في أي قرار بياخده. ده بالنسبة لو البيت مش منظم. لكن لو البيت واسع وبيت شايفه براحة ومبسوط فيه، فده معناه ان هو بشرة خير ليه، ان ربنا هيوسعها عليه وامور هتجيله بالفرح والخير والسعادة. آه بالنسبة للبيت لو هو في مكان مجهول، فده معناه ان هو بشرة خير ليه لسفر لبلد يعني بعيدة، يبقى له رزق فيها بإذن الله. ده بالنسبة لرؤية البيت الجديد في المنام. ولو حد حلم ان هو لسه في بيت، يعني ارض لسه بيبنيها وابتدى في بناها، فده مشروع هو بيبتدي فيه، وقدر ان هو يحط الاسس بتاعته والخطوات اللي هو هيقدر يمشي عليها. فده بيبقى بشرة خير ليه ان هو اموره ماشية كما ينبغي ان شاء الله، وان هو زي ما بيقولوا حط ايده على اول الطريق او حط رجله في اول الطريق بالنسبة له. ده لو هو ابتدى يبني البيت وبيبنيه بفرحة. لكن اللي مش حلو في تفسيرات البيت الجديد لو البيت ده مظلم ضلمة، البيت ده ضيق، ان هو قاعد فيه وهو مش مستريح، مش منظم. فده معناه ان هو في الفترة اللي جاية هتبقى فيها شوية مشاكل او عقبات هتقابله. فيحاول ان هو يكون برضك على حذر لو شاف رؤية زي دي. يا رب كده دايما يبعد عننا أي مشاكل أو أي ضيقة أو أي عقبات، وييسر لنا كل أمورنا بإذن الله. وإن شاء الله كده يا رب دايما أبشركم بالخير، وما تنسونيش في اللايك والشير.